تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ. طعمها وريحتها تحفة، بتتبيلة بسيطة جدا جدا، وكمان كل المقادير موجودة عندك في البيت. وكمان عملنا شوية رز وشوية ملوخية طعمهم تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة، انا كنت مخزنه بصل في الفريزر، باذن الله ابقى انزلكم الطريقه كده انتوا تخزنوه ازاي. جبت كده حوالي، يعني احنا هنجيب بصلايه وسط ونقطعها مكعبات صغيره خالص. وبعدين هنجيب معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من الملح، هنتبل بقى البصل ده كويس قوي. هنعمله كده بايدينا ولحد ما البصل كله يتبل بالملح والفلفل الاسود. تمام كده. بعد كده بقى هجيب حبايه من الطماطم، حبايه وسط كده من الطماطم، وهنزل بيها هفرمها برضو او اعملها في المبشره، وهنزل بيها على البصل، وهقلب برضو البصل مع الطماطم كده بالشكل ده. تمام. انا كده جبت عندي هنا فرختين. طبعا احنا هنقدر نجيب الفراخ اللي احنا نحبها، ممكن نجيب اوراق، ممكن نجيب فرخه واحده، مش مشكله. دول كانوا فرختين بلدي بس وزنهم مش كتير قوي، الواحده حوالي كيلو 300 مثلا ولا حاجه. فتحتهم كده من الظهر، طبعا بدل ما نفتح الفرخه من البطن بنفتحها من الظهر 100 مثلا. وغسلتها كويس جدا جدا بالليمون وبالملح وبالدقيق لحد ما كانت نظيفه وزي الفل. جبت بقى التوابل دي وجبت الفرخه ودخلت التوابل في الفرخه كلها وتبلتها كويس قوي. جبت بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها البطاطس والتتبيله وكل حاجه اللي انا هدخلها الفرن. جبت بطاطس، دهنت الاول الصينيه بالسمنه او باي ماده دهنيه، وبعد كده جبت بقى حوالي كيلو من البطاطس وقطعته مكعبات صغيره بالشكل. طبعا المكعبات مختلفه كده عشان البطاطس كانت فيها حجم صغير حجم كبير. وبعدين جبت بصل برضو عملته كده جوليان، وجبت جزر وجبت طماطم عملتها ترانشات، وجبت فلفل اخضر. احنا بقى نقدر نحط الخضار اللي احنا عايزينه، ممكن نحط كوسه بدل البطاطس، ممكن يعني ممكن نبدل في الخضار زي ما احنا عايزين. هجيب بقى التتبيله اللي انا عملتها بالبصل بالتوابل اللي انا عملتها دي، وهخلي شويه منهم صغيرين احطهم على الخضار. وهجيب نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه صغيره خالص من البهارات. طبعا التتبيله لازم تكون بسيطه عشان تطلع البطاطس وطعمها كويس جدا، طعمها حلو. هجيب بقى الفرختين وهحطهم على الوش كده. انا طبعا عملتهم هنا فرختين صغيرين، احنا نقدر بقول لكم نجيب اي حاجه زي ما احنا عايزين، اوراق بس فراخ صدور اللي يعجبنا. حطيتهم وبعد كده جبت ورق من الزبده وهدخله كده من الجوانب كده، عشان طبعا ما احطش الورق الالومنيوم مباشر على الفراخ، عشان طبعا ورق الالومنيوم بيبقى خطر في الاكل وكده. فحطيت ورق زبده، وبعد كده هجيب ورق الومنيا وهجيب وهحطه على الوش كده على ورق الزبده. وبعد كده بقى هدخل الصينيه دي الفرن. هتاخد في الفرن حوالي ممكن ساعه الا ربع، ممكن ساعه حسب الفرن اللي عندك، ممكن تاخد ساعه وربع حسب درجه حراره الفرن اللي عندك. بس هدخلها بقى، اقفلها بقى طبعا من الحروف كويس قوي عشان الحراره تتكتم في الفراخ والبطاطس تطيب كويس جدا. بس كده بقى خرجتها. مش عايزه اقول لكم بقى ولا قادره اقول لكم على الريحه، بجد تحفه. الريحه جميله جدا، والبطاطس مستويه والفراخ مستويه والتتبيله كمان فيها جميله قوي قوي. لو الصدور كمان هتلاقيها طريه معاكي قوي قوي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بجد جميله قوي. لو عملت الطريقه دي بجد هتعتمدي. بس كده خلاص، عملت بقى جنبيها شويه رز ابيض وشويه ملوخيه طعمهم تحفه. ما تنسوش بقى لو جربتوا الطريقه وعجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات، وبالهنا والشفا مقدما. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.